يا جيوب يا انفيه، انت معذب كل الناس ليه؟ لحظة يا دكتور. عطشو. ايه يا عم القرف ده؟ يا دكتور ما هو مش كل عطسة تبقى دور برد. طب امسك البخاخه دي ونضف نفسك. كده أحسن يا دكتور. ايوه زي الفل كده. قول لي بقى يا جيوب يا انفيه، انت عباره عن ايه؟ أنا فراغات الهواء اللي موجودة جوه عظام وشك وراسك، شغلي بس إن أدفي الهواء وأخلي النفس مريح وأخفف الحمل عن الجمجمة. طب وامتى تبقى مشكله؟ لما تسد بالمخاط بالالتهابات أو حتى بالحساسية، بتحول من مجرد فراغ لضغط ووجع. عشان كده بتعمل صداع. صداع تقيل وضغط حوالين العين والأنف والخدود. طب في ناس بتحس بطعم غريب في بقها. دي الإفرازات بتبقى نازلة من ورا يعني، وبيبقى فيه كحة خصوصا بالليل، فما تقلقوش يعني. طب في ناس بتقول انا عندي جيوب طول السنه. لأن في نوعين، حاد ومزمن. يعني ايه؟ مش فاهم. هفهمك يا دكتور. الحاد يعدي في أيام أو أسابيع، أما المزمن بيقعد شهور ويفضل رايح جاي كده، تحسه ابن عمتك بيزورك كل فترة. خفيف قوي والله. طب هو كل اللي بيحصل ده سببه العدوى؟ لا مش دايما يا دكتور، حساسية، تكييف، تدخين، أو انحراف في الحاجز الأنفي. يعني المضاد الحيوي مش دايما الحل؟ والله العظيم يا دكتور أنا أكتر واحد اتظلمت بالمضادات الحيوية. هو العمل ايه يا عم الجيوب؟ نعمل فول للدكتور طبعا. تسلم يا حبيبي، بس انا قصدي على العلاج. قصدك العلاج يعني؟ ماشي يا دكتور، هتغسلوني اكنكم بتغسلوا ذنوبكم بالظبط ببخاخات، وتعالجوا الحساسيه لو في حساسيه، ويبقى في بخاخات موضعيه، واحيانا بقى العلاج بيطول شويه، فيعني خليكم صبورين معايا. حاضر هنفضل صبورين، بس بالنسبه للجراحه مش هناكل عيش بقى ولا ايه؟ لا يا دكتور، دي اخر الحلول ومش اول خطوه، محدش بيلجأ لها اصلا. وزي ما سمعتوا الجيوب الانفيه مش برد مهمل، لا دي حاله ولازم تتفهم، واللي بيسأل على التخصص اللي يكشف عنده فهو دكتور الانف والاذن والحنجره. ولو الصداع مزمن او مناخيرك مسدوده على طول، ما تستهونوش، شيروا الفيديو، يمكن تفرق مع حد زي كده فاكر نفسه لسه عنده برد. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.